عارفين ان كرتون توم وجيري اتعمل اصلا للكبار وانه خد 7 جوائز اوسكار؟ القصه بدات سنه 1937 لما شركه مترو جولدن ماير MGM قرروا يدخلوا عالم الكرتون وينافسوا ديزني، وافتكروا ان الزمن ما كانش فيه لسه تلفزيونات، فالكرتون كان بيتعرض في السينما قبل الفيلم الطويل، يعني الجمهور كان كبار مش اطفال خالص. المهم MGM جابت 2 شباب مجانين موهوبين جدا، ويليام هانا وجوزيف باربرا، وطلبت منهم يعملوا شخصيات كرتونيه تبقى علامه للشركه زي ميكي عند ديزني كده. والفكره اللي طلعوا بيها كانت بسيطه بس عبقريه: شخصيتين في الطبيعه اعداء يبقوا في الكرتون بينهم مطاردات وصراعات طول الوقت. في الاول كانوا هيعملوهم كلب وثعلب، بس في الاخر الشخصيات ركزت على قط وفار، وبنوا الكرتون كله على حاجتين: اولا الشخصيات تكون صامته عشان ما يحتاجوش ترجمه ولا دبلجه ولا ممثلين صوت، ويبقى الكرتون ينفع يتعرض في اي بلد بسهوله. اتنين، يعتمدوا على نوع كوميديا اسمها سلاب ستيك كوميدي، وده اللي هو الضحك بالحركه مش بالكلام، وقعه، خبطه، مطارده، حركه مفاجاه، النوع اللي كل الاعمار والجنسيات هيفهموه من غير احتياج للكلام. وده لان كلنا ارتبط عندنا الضحك من طفولتنا بالحركات المفاجئه والسريعه. ولانه كان بيتعرض للكبار فقط، فهنا وبربره زودوا جرعه العنف شويه بس بنفس خفه دم الكرتون. وكمان اهتموا بالموسيقى جدا، لانها كانت هي لغه المشاعر في الكرتون، فتعلى لما توم يتعصب، وتهدى لما جاي يفكر، وتسكت فجاه قبل المصيبة بثواني. وفي 10 فبراير 1940 اتعرضت أول حلقة أو فيلم قصير في السينما، والجمهور اتجنن وحب الشخصيات جدا. ومن 1940 ل 1958 هانا وبربارا عملوا 117 فيلم قصير لتوم وجيري، 13 منهم ترشحوا للأوسكار وسبعة منهم كسبوا فعلا. ولكن سنة 1957 MGM شافت ان تكلفة الانتاج بقت عالية قوي، فوقفت انتاج توم وجيري وقفلت قسم الكرتون كله. وبعدها الشركة ادت حقوق استغلال توم وجيري لأكتر من استوديو، ومنهم نسخة مشهورة اتعملت في التشيك في الستينات، بس كانت الحركة والعنف قليلين والخناقات ضعيفة، فالجمهور رفضها. وحقيقي انتشار توم وجيري الكبير جه سنة 1965 لما شبكة CBS الأمريكية اشترت حقوق الحلقات الأصلية، بدأت تذاعها على التلفزيون ككرتون أطفال، ووقتها طبعا شالوا لقطات كتير من العنف ومشاهد تدخين، والكرتون نجح نجاح مرعب وبقى أيقونة للكبار والأطفال. وبكده نقدر نفهم ازاي كرتون معمول من 80 سنة فضل ناجح وعابر للأعمار والجنسيات ولسه موجود لحد النهاردة. وده ان توم وجيري كانوا بيتكلموا أقدم لغة في العالم كله، لغة الحركة والإحساس والموسيقى، اللغة اللي الإنسان بيتعلمها قبل ما ينطق أصلا.